جوه التيم هنا في قاعده غريبه شويه، لو ابن خالي اللي عنده 13 سنه او جدتي ما فهموش الفيديو ما بينزلش. عارف ان الموضوع غريب شويه، بس دي فعلا من اكتر الحاجات اللي فرقت معايا ومع العملاء اللي بشتغل معاهم، لان لو طفل صغير او حد كبير ما فهمش المعظم اللي بتحاول توصل له اللي محتاج يسمع الرساله بتاعتك مش هيفهمها برضه. ممكن تسال سؤال حاجه زي كده ليه مهم، اللي بحاول اتارجتهم هم فاهمين انا بتكلم على ايه. خلينا ببساطه، اغلب الناس في المعظم بتحب الفيديوهات اللي سهله اللي تدخل دماغهم من غير ما يعيدوا ويكرروا، فلو الرساله وصلت ببساطه هيفضلوا معاك وقت اطول، لما يفضلوا وقت اطول الثقه بتتبني، والثقه هي اللي في الاخر بتتحول لعميل. عارف انها لسه ما وصلتش، فخليني اوضحك اكتر. المشكله حاليا في 2025 ان معظم البيزنس اونر بيحاولوا يبانوا اذكى من الناس، فيستعمل مصطلحات تقيله وكلام معقد عشان يبين ان هو الخبير، بس اللي بيحصل ان الجمهور بيقفل الفيديو ويقول هو انا فهمت ايه بالظبط. فمثال سريع عشان نوضح الموضوع، لو انت مثلا فيديو يقول لك ما بتنشر محتوى، العميل اللي انت عايز تشتغل معاه اللي هو صانع المحتوى ما يهمش انت بتشتغل على برنامج ايه ولا بتستعمل ادوات ايه في البرامج بتاعتك وكل الكلام من ده كله، كل اللي يهمه يدي لك الفيديو ويطلع له فيديو شكله حلو يظبط الريتنشن بتاعك، ده كل الموضوع. فانت هنا بتتكلم بلغه بسيطه وسهله بحيث اللي قدامك يعرف يفهم، لانه ما دخلش جوه البرامج ولا درس الموضوع ولا كل الكلام من ده كله. فهتلاقي فعلا صناع المحتوى اللي بيعملوا فعلا ارقام، حتى اللي بيكسبوا ملايين مش بيكسبوا عشان بيستعملوا كلمات صعبه، بيكسبوا عشان بيعرفوا ينجيج الفيور بتاعه، بيشرح باستراكشن مبسطه مثبت فعاليتها كل الناس تفهمها، بيستعمل امثله ويتكلم زي ما بيتكلم مع اقرب صاحب ليه، ولما الرساله تبقى واضحه الناس بيثبتوا معاه، ولما يثبتوا بيثقوا ومفيش بيع من غير ثقه. فلو الفيديوهات عندك شكلها تقيل وسمارت بس مش بتتحول لليدز، فانا محضر لك جايب مجاني اوريك ازاي تبسط رسالتك وتخلي قناتك مش بس بتجيب فيوز لكن بتجيب ليدز كمان، ومع الوقت وبسيستم بسيط بتتحول لعملاء. اكتب ليدز في الكومنت وابعت لك الدليل كام.